مرحبا بكم يا الدراري في فيديو جديد. بزاف منكم مع دخلة الصيف كيمشي ليهم الروتين، كيوليو غير في الدار ناعسين بالنهار وسهرانين بالليل والخروج بلا فائده. هادشي كيموت لك العقل والذكوره والرجوله. ولكن تخيل معايا اشنو غيوقع لو كان هاد الصيف هو البدايه فين غتبدل حياتك 180 درجه. 3 شهور كافيه باش تخرج من هاد الصيف بشخصيه اقوى، فورمه ناضيه وعقليه متبدله. في هاد الفيديو غنعطيك الخطه اللي تخليك تستغل هاد الصيف وما تضيعوش، حيت الا ما لزمتيش راسك من دابا غتلقى راسك في الاخر الصيف نادم. فتبع معايا حتى الاخر. اول حاجه واهم حاجه غتبدا بها هاد الصيف هي التحكم في الشهوات والملذات. الصيف فيه بزاف ديال الملهيات والشبهات فين ما مشيت، والراجل الحقيقي كيبان في القدره ديالو على التحكم في راسو. فاسمع لي مزيان، الراجل اللي كيتاثر باي شهوه وكيتبع غير رغباته كيكون ضعيف ومسير وماشي مخير. هذه 3 شهور هي الفرصه باش تدرب نفسك وتصوم على العادة السيئة. ملي كتقدر تقول لا لشهوات تما فين كتبان عندك إرادة قوية وكتحكم في كاع جوانب حياتك من بعد. باش الصيف ديالك ينجح لازم تركز على الجانب الروحي. ما يمكنش تبغي التوفيق وانت بعيد على الله. الصلاة، واظب على الصلوات ال5 في وقتها، وإلا قدرتي تكون مع الجماعة في المسجد فهذاك هو الفضل الكبير. الأذكار، ما تنساش أذكار الصباح والمساء. هاد الامور هي اللي كتعطيك طاقه وسلام داخلي وكتخليك ديما متصل ومحمي من كاع الملهيات اللي دايره بك. ثالث حاجه، هاد الصيف التحق بالجيم ودخل التريني. الصيف ماشي ديال النعاس والتبوريد، الصيف هو الوقت فيه خصك تبني الجسم جداد، وتركيزك كامل خصو يكون على الصدر والكتاف باش تخرج ديك الفورمه ديال الفات اللي كتعطي للراجل هيبه وبريسي وسط الناس. انا عارف ومتقبل باللي كطالب الفلوس يقدروا يكونوا مقطوعين عليك، وباش تخلص لاصال وتدير بروتين غالي راه صعيب، ولكن هادشي ماشي عود باش ترجع للور. فتقاتل على الواجب الشهري ودير مجهود. اما الماكله فركز غير على الرخاص وقوه البروتين اللي عندك في السوق: البيض، السردين والعدس. هادو هما السلاح ديالك باش تبني العضله وتغذي الجسم ديالك بأقل تكلفة. وبعد على الماكلة الزنقة والمقليات اللي كتهلك الصحة. والحاجة اللي غتكمل بها هاد لافورم هي النعاس. بزاف ديال الناس غافلين على هاد الحقيقة. العضلة ما كتكبرش وانت كتهز الحديد، كتكبر ملي كتنعس بالليل. عطا راسك من 7 ل 8 ديال السوايع ديال النعاس في بيتك مظلم وهانئا لك فورمه ناضيه مورا الصيف غتخلي كاع الناس يتصدموا فيك. رابع حاجه وهي كيفاش غتستغل هاد الصيف باش تبني مستقبل. بحال هاد الوقيته الدماغ ديالك كيرفض في الاول يدخل في شي حاجه فيها الخدمه حيت ولف العكس، ولكن الا خليتي راسك هكاك غتولي نكر وما عندك حتى قيمه. الحل، استغل هاد الصيف باش تتعلم مهاره مطلوبه واللي غتنفعك بحال الديزاين، اللغه الانجليزيه، المونتاج، التحدث امام الجمهور. تقدر تبدا تتعلم غير في التليفون ديالك، كاين يوتيوب وكاينين كورسات فابور. تخيل تخرج مع 3 شهور وانت كتقن مهاره وكتدخل منها الفلوس، غتكون هربتي على اقرانك بسنوات ضوئيه. خامس حاجه واخر حاجه، باش تنجح هاد الخطه لازم تدمر العادات الفاشله. المشكل ديالك ماشي هو ما عندكش الوقت، المشكل هو الادمان الرقمي والسوشيال ميديا. هاد المواقع كتسرق لك عمرك ووقتك ومجهود بلا ما تحس. حاول تقطع السوشيال ميديا او نقص منها بزاف وعوضها بالروتين يومي صاغي. كل نهار قبل ما تنعس قيد في ورقه اشنو غتدير غدا، هكا دماغك كيصبح عارف راسو فين غادي وما كيبقاش مجال للعشوائيه والملل، حيت الحياة بلا خطه كتسالي ديما بالفشل. في الاخر يا صاحبي الصيف غيدوز والوقت غيمشي. القرار بين يديك
واش تختار تدوز هاد 3 شهور ناعمة ومقابل التليفون وتخرج منها كيف دخلتي ليها، اولا تختار تزير راسك وتقاتل وتطيح وتضحي بالمتعة المؤقتة باش تبني شخصية وفورمة ومستقبل يخليو كاع الناس يتصدموا فيك منصي. الكورة بين يدي. وإلا عجبك الفيديو وبغيتي نستمروا في هذا المحتوى تطوير الدرس بالدارجة، ما تنساش دير لايك وتخلي لي في الكومنتر. انا ملتزم بهذه الخطة ونشوفكم في فيديو جاي. كان معكم أسامة إمبو. تهلا.